النهارده هنجرب مع بعض كبابجي لبنان ونشوف بيقول ايه، ودي التجربه الاولى بالنسبه لي. حاليا انا موجود في فرع المهبوله اللي موجود على الخليج، واللي عرفته ان هم عندهم اكتر من 12 فرع موجودين في الكويت. بما ان الجو برد فكان لازم اول حاجه نبدا بها هي شوربه العدس، وكان طعمها عادي والتست كان محتاج يعلى فيها. وبالنسبه للاسعار فانا حطيتها لكم عشان تشوفوها. وعجبني جدا عندهم ان هم بيخبزوا العيش وبيطلع لك سخن. وبعد كده طلبت كباب خشخاش وكباب حلبي، وبتنزل لك الوجبه مع البطاطس المقليه والخبز طبعا. واول حاجه جربتها الكباب الحلبي وحسيت ان التتبيله بتاعته ضعيفه والملح فيه قليل. تاني حاجه جربتها كباب الخشخاش، وده كان عالمي بجد، التست كان عالي وطعمه كان حلو جدا. وجربت بعد كده الكباب اللي في الفرن، وده لازم لما تروحوا تجربوه. ده بيبقى عباره عن كباب مشوي مع جبنه حلوم محطوطين في عجينه مخبوزين في الفرن، وبيطلعوا لك طعمهم حكايه. وطبعا هو المنيو بتاعهم كبير، واكيد هيبقى له زياره تانية عشان نجرب بقيه الاصناف. وبعد كده طلبت الشاي وحليت بمفروكه بالفستق، وكان طعمها حلو جدا. كمان جربت كيكه الزعفران مع الحليب وكانت ممتازه. في النهايه التجربه كانت مرضيه واكيد هكررها. وبس كده، وما تنسوش اللايك الجميل وتتابعوني.